السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الحلقة الجديدة من برنامج مواضيع. عنوان موضوع اليوم: تأثير الوعي الأسري على حياة الأبناء. التفاصيل. أهلا بكم مستمعينا صوت بيكولا تي في. في البداية هذا الموضوع حديثة انتحار فتاة بأسف، دروس في الوعي والتربية. الوعي هو أمر ثمين للغاية، وليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بالحصول على الشهادة العليا. عندما يكون الأب والأم على دراية ووعي، يكون لديهم القدرة على التعامل السليم مع الأبناء وتوجيههم بشكل صحيح. دور الوالدين في التربية. عندما يكبر الطفل ويجد والديه قريبا منه، وعندما تنضج الفتاة وتجد والدتها قريبة منها، يكون لديهم الدعم النفسي والمساندة اللازمة في المراحل حياتهم المختلفة، سواء في الامتحانات أو في البحث عن وظيفة أو في الزواج. العواقب السلبية لعدم الوعي على النقيض: عندما يكون الوالدان غير متعلمين أو غير واعيين، وتزيد الدائرة هذا الجهل بزواجهم من أشخاص من نفس المستوى، تكون النتيجة ضعف الشخصية لأبناء هؤلاء الأبناء. يجدون صعوبة في التعبير عن رأيهم والنقاش مع والديهم، ويعيشون في حالة من الانغلاق والتوتر. المقارنات والضعف النفسي. كثيرا مما يمارس الوالدين الضغط النفسي على أبنائه عبر مقارنتهم بالآخرين. انظر إلى ابن فلان، انظر إلى ابنة فلان، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة مثل الأمراض النفسية أو الاكتئاب الحاد. في بعض الحالات قد تسمع عن إجرائهم القتل أو حتى الجنون، أو تجد الفتاة تتبع طريقا سيئا. البكالوريا أهمية محدودة. البكالوريا التي تعطي قيمة أكثر مما تستحق هي مجرد تأثير الولوج على عالم آخر أعقد مما يتصوره الكثيرون. العديد من الذين حصلوا على البكالوريا وأعطوها قيمة عالية وجدوا أن عاقبتهم العلمية تقتصر على هذه الشهادة فقط، لأن الواقع كان أكبر مما يتوقعون. وأخيرا، نتمنى في كل الأسر المغربية أن يتتبع خطوة بخطوة في التربية والتوعية والتحسيسية لأبنائهم، أن الأبناء هم المستقبلهم الغد إن شاء الله. نتمنى من الله عز وجل أن يرحم الفتاة التي ماتت، ونأمل أن تكون هذه الحادثة درسا للجميع في أهمية الوعي والتربية السليمة. نهاية هذه الحلقة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة صوت بيكولا تي في. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.